السلام عليكم. ماذا قال المحلل التونسي طارق دياب بعد اكتساح الأهلي للترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ملعب رادس في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد اكتساح الأهلي للترجي التونسي في ملعب رادس بثلاثية نظيفة ليضع الأهلي قدما في المباراة النهائية، فقد تفاعل المحلل التونسي طارق دياب وأدلى بتصريحات لقناة البين سبورت وقال: هذه حسرة كبيرة جدا لكل عشاق النادي الترجي الرياضي التونسي بسبب هذه الهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة من الأهلي المصري، ونحن كنا نعلم أن الترجي ليس في أفضل مستوياته، وخصوصا بعد ضياع حلم الدوري وغياب عدد من اللاعبين أمام النادي الأهلي، فكنا نعلم أن هذه الصعوبات سيستغلها النادي الأهلي، والنادي الأهلي لا يرحم أحد في مثل هذه الأحداث. فالأهلي ضرب اليوم الترجي بالضربة القاضية، وأعتقد مباراة الإياب سوف تكون تحصيل حاصل، فالأهلي في المباراة النهائية بكل تأكيد. ولكن أنا اندهشت من قوة وشخصية الأهلي المصري في هذه المباراة، وخصوصا عندما شاهدنا الأهلي في دور المجموعات والكل كان يتوقع إقصاء الأهلي، وهناك بعض الإعلاميين التونسيين كانوا بيسخروا من النادي الأهلي أنه سيخرج من هذه البطولة. فأذكر هؤلاء الإعلاميين أن الأهلي في المباراة النهائية، فهذا هو الأهلي المصري الذي يسبق كل أندية تونس بسنوات ضوئية، فالأهلي لديه شخصية البطل ودائما يعود في مثل هذه المباريات الكبرى، والكل يندهش أن الزمالك نادي كبير في مصر ولا يأخذ بطولات مثل النادي الأهلي. فأقول لهم أن وجود الأهلي سيكسر هيمنة أي فريق مهما كانت قوته، فالزمالك مظلوم في وجود النادي الأهلي، لأن الزمالك سيكون كومبارس أمام البطل دائما. وأعتقد أن الأهلي سيفوز بدوري أبطال إفريقيا حتى لو واجه صن داونز. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.